كدرتو مزيانين، نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اليوم بكري مشينا نشوفوا الشروق، واخا تشوفوا النهار راه طالع، راه الشميشه مازال ما طلعت. مشينا نشوفوا الشروق من لا توري دا غوايتا دي سان سيباستيان، اللي هي واحد البلاصه توريستيكيه بزاف كيمشيو ليها الناس وكيتتابعوا من احسن المناظر البانوراميه ديال لاغوس دا برافا. يلا معنا. هنايا كنتسناو الشميشه ديالنا تشرق، ولكن غير هذا المنظر هذا كيرتاح القلوب. كيف ما كتشوفوا الشميشه ديالنا بدات كتطلع، سبحان الله كتطلع بواحد السرعه اللي ما كنتش كنتخيلها. انا ديما كان كيعجبني انني نشوف الغروب، ولكن لقيت بان الشروق في واحد الراحه اللي ما كتوصفش. كانوا واحد الدرجات هبطنا معاهم وحنا نبقاو مع الطريق هذه اللي هي زوينه بزاف، كيبان فيها الشمس من واحد الجهه اخرى كما كتشوفوا الشمس طلعت وكتعطي واحد المنظر بحال تقولي مرسوم. سبحان الله. انا هاد البلاصه هذه صراحه حمقتني. شوف كيفاش كتزيد هاد الدخله واعره، صراحه واحد المنظر غزال ما شاء الله. ودابا غادي نمشيو لقرف روخيل، واحد البلاد باش نفرضها وسكوسا برافا، فيها تقريبا واحد 24,000 ساكن. كاينه بين جبال كاباراس، كتجمع تاريخ كبير ديال الكورك مع دواور وحديه بحال كاليا يا فرانكو تاماريو، وهذه كتجمع تقاليد زوينه وبلاجات ميديترانيه في بلاصه وحده. وحنا تما لقينا عندهم السوق، قلنا اجيو نشوفوا شنو كاين الخضره، كاين وليدات، كاين الحوايج وكاين بزاف ديال الحوايج. ما قدرناش نبقاو اكثر لحقاش كان خصنا نمشيو ل our next destination. سارييرا متواجدة في باغور، وهي واحدة من أحسن الشواطئ في لاغوس دا برافا، كبيرة والمياه ديالها صافية وعندها ديور ديال الصيادة القدام، وكاينة طريق زوينة بزاف حدا البحر جامعة ما بين الجمال والجو ديال المتوسط. إلا بغيتو تمشاو في الجنب ديال الشاطئ ديال سارييرا باش تقدروا تكونوا منكم من البحر، خصكم تعرفوا بان الطريق ديالها ماشي سهله، شويه صعيبه، فيها غير الحجر والحافه. كيف ما كتشوفوا هنايا الطريق مازال مزيانه، ولكن من هنا لقدام غادا بكتكفاس كما كنقولوا. ولكن زوينه بزاف هاد الطرق هادو اللي كيكونوا في لاكوستا برافا، خصوصا كيكون حدا الشواطئ بزاف.
كيكون سميتهم كامينوس دي روندا، كيتمشوا فيهم الناس وكاينين اللي ساهلين بزاف وما كيكونوا اللي صعابين بزاف. هذا اللي جينا ليه حنايا صراحه ما كنتش كنتوقع يكون فيه هاد الصعوبه كامله. كانوا فيه واحد العقابين منهم الحافه، ما كانش فيه متقبطي ما والو، الطريق بعض المره كانت كتزلق، كان خاصك تشوفي مزيان قدامك. ولكن صراحه الحمد لله وصلنا على خير وبخير. ما نحرق لكمش المراحل، يلا تشوفوا معنا. غير شوفوا معايا هاد المناظر هادي وما تقولوليش بان ما غاديش تستاهل حتى مرة كامله. سبحان الله، الماء فيه واحد اللون، المنظر، الخضره، كلشي جاي مع بعضه. سبحان الله. هنايا غادي نقول بسم الله في البلاصه اللي شويه صعيبه. علاش صعيبه؟ على جوج الحوايج. اول حاجه الحقاش ديالها ضيقه، فيها بزاف نتاع الشجر، فيها الشجر اللي طايح خصك تخطايه ولا خصك تحني. مهم هذاك الشيء ماشي هو الصعيب بزاف. الصعيب هي ملي كتبقاي تشوفي البحر بزاف وكيبقى يمشي لك التفاؤل، كتبقاي تشوفي داك المنظر الزوين اللي جيتي عليه. ولكن واخا هكا راه طلعه ساميغي. هنا صافي بدينا كنخرجوا للغابه وغاديين الطريق ديال ساتونا. هنا وصلنا ساتونا. الصراحه فيها واحد الجمال غزال 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 غزال. الماء ديالها الصافي ما قدرتش نصور بزاف لحقاش كانوا بزاف ديال الناس كيعوموا، ولكن غير بهذوك التصويرات تقدروا تتخيلوا شحال زوينه ما شاء الله. صافي هنايا حنا طالعين من ساتونا وغادي ان شاء الله نرجعوا لسريره. كيف ما كتشوفوا فين ما درتو الخضوره الزروقه، مناظر اللي زوينه وكتريح العين. انا هابطين لسريره شويه بشويه. صافي كنا عيينا وكان الصاد هذا النهار، ولكن الصراحه بانها تستاهل الثمن ديالها كامله.
وصل الفيديو نتاع اليوم. نتسنى ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. ما تنساوش ديروا subscribe, like and comment and see you in the next video.